ازاي تعملي اللهلوبة البيتي والكمية الكبيرة زي ما انتي شايفة قدامك كده من مكونات في البيت ومن قشر الليمون اللي بترميه. تعالي اقولك بقى بعمل بيها حاجات كتير. بغسل بيها الألمونيا، بلمع بيها الألمونيا تحفة جدا. اي حاجة بقى غسلت بيها المطبخ كمان، ما شاء الله المطبخ الخشب بتخليه يبرق كده ينور. يعني ليها استخدامات كتير جدا. بصي بقى، اول حاجه هتجيبيها هي قشر الليمون. طبعا قشر الليمون دوت مفيش اكتر منه. لو بتعملي عصير ليمون، لو بتغسلي فراخ، بتنضفي اي تنظيفات للفراخ او للسمك او اي حاجه، طبعا بتحتاج الليمون. احنا قشر الليمون ده بقى احنا مش هنرميه، احنا هنجمعه زي ما انتي شايفه كده، في حاجات غامقه وفي حاجات فاتحه، في حاجات جديده وقديمه. معنى كده ان انا شايلاها ليا فتره، تمام، فبجمعهم. كان عندي كمان اللي هو الليمون القضاليا الكبير دوت، ما سبتوش، ما رميتش حاجه، احنا ما بنرميش حاجه. بس عايزه اقولك ان بصراحه يعني الكميه كبيره، وفي نفس الوقت من حاجه انت بترميها، فترميها ليه اذا كان هي اصلا هتعمل لك تنظيفات، ومش مستاهله ان انت تشتري بقى لهلوبه من بره وتجيبي مذيب وحاجات بقى اللي هي بتاعه التنظيفات دي. تمام تمام، انا كده حطيتهم على النار. بس هغير طبعا الحله لان حسيت ان الحله صغيره. بس عايزه اقول لكم معلومه هنا يعني على الماشي كده. إيه، لما تحبي تفرزي ليمون في الفريزر اقسميه نصين، هيوفر معاكي جدا. وفي نفس الوقت ان انتي وقت ما تحتاجي عايزه عصير ليمون، عايزه ليمون لسمك بقى، لطحينه، لاي حاجه، هتطلعي نص الليمونه. لو بتعملي شربات برضو هتحطي نص الليمونه، وهتبقى سهله جدا وهتسيح منك بسرعه. وفي نفس الوقت مش هتبوظ خالص. تمام. فحت فكره ان انتي تعملي نص الليمونه، تشتري كيلو ليمون وتقسمي تقسميه كل واحده بالنص، هتاخدي بقى الكميه اللي انتي عايزاها، ومش هتهدري في الليمون خالص. وزي ما اتفقنا قشر الليمون ما بيترميش. طب ايه اللي كمان ما بيترميش؟ هو قشر البرتقال. انا جبت قشر البرتقال كده، يعني خدت لي شويه، طبعا مش كله بشيله، بس خدت شويه كده شلتهم عشان احطهم مع قشر الليمون. اي الحوامض يا جماعه، الليمون، البرتقال، كل الحاجات دي بتخلي المادة الحامضة اللي فيها بتعمل تلميع رهيب، وفي نفس الوقت ريحة جبارة. عايزة اقول لكم ان هنا مع بعض بقى كانت رهيبة. ريحة الليمون مع البرتقان عايزة اقول لكم كانت معبية الشقة كلها بروايح حلوة. وطبعا ريحة الليمون مفيش احلى منها. كمان هقول لكم الاستخدامات بتاعة المعجون بتاع النهاردة. انا استخدمته في حاجات كتير، في الاحواض، في الخلاطات الاستانلس، الحوائط بتاعة المطبخ او الحمام، هتلمعها لك وتبقى فل. بصوا الحلة اللي هي اتغلت فيها ما شاء الله، خليتها زي الفل. وطبعا اللي نزل على الجناب سيح كل حاجة. تمام. لسه مع بعض هنعمل بقى ايه، هنزود لها شوية حاجات كده، تريكات تخليها جبارة. بجد هتبقى احسن من اللهلوبة اللي انت بتشتريها من بره. انا كده خدت جزئين. الجزء اللي هو المية اللي اتغلت فيها القشر الليمون، حطيت الجزء دوت هعمله للتنظيفات، تنظيف سمك بقى، تنظيف فراخ، بانيه، اي حاجة من الفراخ او اي حاجة انت عايزة تنقعيها كده تنضفيها. هتاخدي الشوية دول. بس بقى خلي بالك ان انت لازم تحطيها تحفظيها في التلاجة، عشان بره هتفسد منك وهتبوظ، مش هتكمل يوم اصلا. تمام. الجو برد الجو حر ملهاش دعوه، لازم تحطيها في التلاجة. تمام. انا هنا بقى ايه اللي خلاني حطيت الصابونه فيها، في بلتها وحط وبشرتها معرفش، بس هو انا قلت يعني خليها مبلوله شويه. المهم ما علينا من اللي انا عملته، المهم ان هي ما حصلتش الميه قوي. بس الميه دي انا هخليها للتنظيفات، لتنظيف فراخ بقى، بانيه، اي حاجه. والصابون انا بشرته معاكم زي ما شفتوا. ده برو صابون، اي من اي بقى بواقي الصابون بتاعتك، بتلمي باقي برو الصابون ده وتروحي مجمعاه زي كده، فنروح بشرينه. وهنشوف بقى هنعمل بيه ايه دلوقتي. المهم ان انا الميه بتاعه السلق ركنتها، والليمون نفسه بعد ما اتهرى خالص انا هضربه في الخلاط، وحطيته كده زي ما شفتوا ايه. صفيته من البواقي بتاعته. تمام. هنا بروي الصابون حطيته على النار مع شويه كوبايه ميه كده، وهتبتدي ان انت تقلبيه. اول ما حطيتيه في شويه الميه هيبتدي يعمل زي ايه، زي العصير كده. هبتدي احط كل المكونات دي على بعض. يلا بينا نحطها مع بعض كده. متنسينيش بقى لايك حلوه منك كده، عشان الفيديو النهارده بجد جامد جدا، وان شاء الله هينفع كل ست، لان هو مكوناته موجوده عندك في البيت، وفي نفس الوقت الفعاليه بتاعته جباره. تمام. كده انا حطيت الصابون زي ما قلت لكم، سيحت الصابون على النار بكوبايه ميه، وخلاص بقى زي ما انت شايفه لونه كده. تمام. هحط هنا ملح ليمون، واحط كربوناته، ومعلقه ملح وخل.
تمام. كل المكونات دي اكيد هتبقى عندك في البيت، هتحطيها بقى وابتدي ان انا ايه عشان التفاعل. شايفه التفاعل ده؟ تخيلي التفاعل ده بقى لما يبقى على بقعه او يبقى على التجيره بتاعه السيراميك او اي حاجه، هتبصي تلاقيها بتطلع في ثواني، مش هتكمل اساسا. فانتي حاطه فيها المكونات كلها اللي تخلي اللهلوبه البيتي دي، هنسميها اللهلوبه البيتي، جباره. وفي نفس الوقت انتي ما تكلفتيش حاجه، كلها حاجات موجوده في البيت. وقشر الليمون بالذات كان هيترمي، فليه ترميوش يا فوزيه؟ خليها نستخدمه. المهم كده حاولت ان انا اقلب فيها، وحطيت الخل زي ما قلت لك، وابتدي اقلبي 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 لحد ما الفوم ده يهدى خالص. تمام. زي ما انتم شايفين اللي مركون هناك على جنب ده المعجون بتاع الضرب الليمون. بعد ما طهره طبعا صفيته عشان ما يبقاش فيه كتل كده حاجات مكتله، فصفيته. وهنبتدي نحطه بقى لما الفوم ده كله يهدى. تمام. هنبتدي اقلب فيه واحده واحده كده، واستنى عليه لحد ما تلاقيه هدي. تمام. انا قلت تمام كتير، ما علينا. اتمنى بس يكون ايه اللي بقوله كده وباين قدامكم انا بعمل ايه. هنا كانت هديت خالص زي ما انتم شايفين كده. بحاول اجمعها لان طبعا الصابون هدي شويه فمسك في الجناب. اتمنى تقوليلي لو الوصفه دي جربتيها، قوليلي حلوه ولا لا. لان انا جربتها بصراحه، جربتها على شويه صابون صغيرين مع معلقه واحده من الخلطه اللي عملناها دي على الصابون مواعين بس. وزودي بقى ميه، وغسلت بيها الخشب مكان مطرح بقى العلامات والحاجات دي. عايزه اقولك ان ما شاء الله ما شاء الله خلى هو مطبخ خشب بس خلاه بيبرق. اللهم بارك بصراحه. طبعا ما بنكترش، مش على طول هنعمل الحركة دي لان المية غلط على الخشب. بس هي مرة كل فين وفين، يعني مرة مثلا تنظيفة عيد، تنظيفة رمضان، اي حاجة. فانتي مرة هتبصي تلاقي تاخد فترة كبيرة معاكي حتى تبتدي يبتدي يبان عليها تاني. تمام. تمام. بصوا هنا انا بحاول اشوف السمك بتاعها. هتقلبي بقى الكمية دي كلها على بعض. طبعا احنا حاطين فيها بروة صابون، هنحطين فيها ملح، ليمون، كربونات، وخل، معلقة ملح. كل دي حاجات هتخليها فعاليتها جبارة. طبعا غير طبعا الحامض بتاع الليمون والبرتقال. فما عايزة ما اقولك بقى ان هي هتجربيها ان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا. يلا بقى مع بعض كده، شوفنا الطريقة عاملة ازاي وشوفنا المكونات ايه، نشوف كمان النتيجة. عايزة اقولك ان انا هنا خدت جزء منها. انا طبعا ما حطيتش صابون مواعين كتير، انا مجرد حطيت شوية بس في الخلطة بتاعتي، بس ما حطيتش على الصينية. انا مش هدفي الرغوة خالص يا جماعة، ولا هدفي ان انا اعمل رغوة كتير. انا بس عايزة اي حاجة صودا بقى، مش صودا، اللي هو الحرق اللي بيبقى موجود في الصواني. طبعا دي صواني فرن واحنا بنستخدمها، فانت عايزه اي حاجه يبقى فيها ايه، عايزاها بتلمع بتبرق كده. تمام. فانا هنا جربت في صينيه، قلت هجربها معاكم. عملت ورا وكله، وبصراحه كانت النتيجه جميله جدا، وهتشوفوا دلوقتي بنفسكم. عايزه اقولك ان الخلطه جميله، جربيها وانت مش خسرانه حاجه. المكونات كلها عندك ومش هتخسري حاجه، دي كلها حاجات من البيت، فانت مش خسرانه اي حاجه. تمام. بصوا بقى النتيجة معايا عاملة ازاي. انا طبعا هنا قصيته بسرعة عشان ما تاخدش وقت معاكم، بس ما شاء الله بتلمع والنتيجة حلوة. تستاهل التجربة وتستاهل ان انتي تجربي وتشوفي. عايزة اقولك ان كمان الكمية اللهم بارك كبيرة، وهتكفيكي ممكن شهر ونص، شهرين يعني. لا لا لا، الكمية كبيرة على الاستخدام. يعني انت لو استخدمتيها بقى في خلاطات المطبخ والحمام، استخدمتيها حطيتي شويه مثلا على الارضيات، هتلمع لك الدنيا جدا. طبعا تتشطف كويس جدا عشان تديكي احسن نتيجه. تمام. انا هنا حطيت الصابون المواعين عشان يديني اللون الاخضر ده، وفي نفس الوقت ايه، شويه رغوه كده. تمام. تمام. الكميه دي بقى هحطها فين وهحفظها ازاي؟ الكميه دي انا حطيتها في عندي جردل صغير كده، هحطهم فيه واحطه في التلاجة. احفظ المكونات دي في التلاجة، لان طبعا ما ينفعش تساب من بره، لان هي لو اتسابت بره هتعمل ريمه كده مش حلوه ومش هيعجبك الشكل بتاعها. فاحنا هناخدها شويه شويه. انت ممكن تحطي في ازازه ولا حاجه، لو حابه تستخدمي ايه جنبك يعني، او على طول جنب الحوض، بحيث انها تبقى تحت ايدك. انا عامله زي كده، عامله زي علبه اللهلوب. عارفه علبه اللهلوب اللي بتشتريها؟ انا عامله زيها علبه كده،
واحطها جنبي اول ما بحس ان انا محتاجه بقى ألمونيا وكده ومحتاجه دعك وكده. حته السلكة المواعين الناعمه للألمونيا، وفي نفس الوقت شويه منها معلقتين 3 على شويه صابون. عايزه اقولك انها كفيله ان هي تدوب الدهون دوب، يعني هتدوبها دوب. بس ده كده كان فيديو النهارده، دي كده تجربتي. حاجه جربتها وعجبتني وكانت حلوه، فقلت لازم اجربها معاكم واوريكم قد ايه هي جميله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه وتجربوه باذن الله يا رب ويعجبكم. بس كده. شفتي بقى الكميه ما شاء الله زي ما انت شايفه كبيره، يعني دي اكتر من 4 كيلو تقريبا متهيألي يعني. وشويه صغيرين دول انا هستخدمهم حالا بعد الفيديو دوت. فعايزه اقول لكم بقى ان ايه، ان شاء الله ان شاء الله الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تنفذوه، واتمنى ان اشوفكم على خير. باي باي.